السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج تدويزة. الموضوع ديال الحلقة ديالهم هو الماء في الرئة أو ذات الجنب اللي هو البلوغيزي. أول حاجة قبل ما ندخلو في الموضوع خلينا نعطيكم واحد الفكرة على الرئة. الرئة مكونة من القصبة الهوائية اللي هي التخاشي، واللي كتبقى غادية وكتفرع حتى كتسالي بحويصلات اللي هما لي زالفيول، واللي تما كتم التبادلات ديال الأو2 و CO2. وهاد الرئة كتكون محاطة بواحد جوج ديال الأغشية اللي هما البليفغ فيسيرال والبليفغ باغيتال. كتكون بيناتهم واحد الكمية قليلة ديال الماء حيت هما تقريبا متلاصقين. وهذا السائل اللي هو الليكيد بلوغال عنده دور باش ينقص الاحتكاكات اللي كتوقع بين القفص الصدري والرئه، وهذا الشيء كله كيكون في الحاله العاديه. اما بالنسبه للموضوع ديالنا فكتكون كميه كبيره من السائل بين جوج اغشيه اللي هضرنا عليهم في البدايه. بالنسبه للاعراض فكتكون الم في القفص الصدري وبالاخص في الشهيق، كحه، ضيقه، في بعض الحالات تقدر تكون ارتفاع في درجه الحراره. بالنسبه للاسباب فكتكون التهاب فيروسي او بكتيري، السل اللي هو تيبركلوز، لومبولي بولمونير اللي هي انسداد الرئوي، او امراض الجهاز المناعي او في حال استعمال الادويه. الكشف اول حاجه كيكون بلوسكولطاسيون اللي كيديرها الطبيب، من بعد بالراديو ديال الصدر اللي كيبين البلاصه اللي فيها داك السائل، ومن بعد كتكون بونكسيون بلورال اللي كتتم بواحد الابره وكتم الازاله ديال السائل اللي يقدر يكون حمر على شكل دم او قيح او عادي. وهذا السائل هو اللي كيوجه السبب ديال الاصابه، واش سل او التهاب بكتيري او فيروسي او انسداد رئوي. بخصوص العلاج فخاص يكون على حسب المصدر ديالو. الا كان التهاب بكتيري فخاصو مضاد حيوي، الا كان التهاب فيروسي ما غيحتاج حتى علاج، اما الا كان سل فخاصو لي زونتي تيبركولو. اما بالنسبه للسرطان فخاص العلاج ديالو. في حالة ما كان السائل بكميه كبيره بزاف فخاص البونكسيون بلورال. اما الجراحه فكتكون في الحالات اللي كتكرر فيها الاصابه، حيث كيتم الالصاق ديال هادوك جوج اغشيه. ولا عجبتك الفيديو ما تنساش تخلي واحد لايك ودير سبسكرايب في القناه باش يوصلك الجديد.